السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حقيقي حقيقي بقولها لكم من قلبي، وحشتوني. عارفة إن ما فيش بيننا تواصل كتير، ما فيش ناس بتكتب كومنتات كتير، بس أنا بالنسبة لي كل حد بيدخل ياخد من وقته ويتفرج عليَّ ويحط لي لايك، ده فوق 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 راسي وبيشجعني. فحقيقي وحشتوني كتير. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا ان شاء الله بألف خير. كل سنة وانتم طيبين. خلاص يعني العيد قرب كده وكلها أيام. فربنا يا رب يعود علينا دايما الأيام بالخير وإحنا يا رب لا فاقدين ولا مفقودين، ومعانا كل حبايبنا يا رب، اللهم آمين. جبت بقى معاكم كده حلة وقطعت فيها بصلاية كده مكعبات. ولو أقول لكم الفيديو ده متصور بقاله حوالي أسبوع مش هتصدقوني. يعني المقطع بتاع الأكل ده كله معايا بقاله أسبوع، وأنا مش عارفة أبدا إني أمنتجه ولا أعمل صوت عليه معاكم. فالحمد لله بقى جه وقته إن أنا يعني أقوم بقى وأمنتجه وكده. وكمان اتشجعت كمان إن أنا أعمل حاجة تانية هنشوفها مع بعض. المهم يعني إن أنا حطيت دلوقتي مع البصلاية فصين توم ومعلقة صغيرة كده من هريسة الشطة. وقلت بقى على بال ما البصلايه كده تبتدي ان هي تتحمر، لان انا عايزه اعمل رز صياديه، هعمل بسرعه طحينه جنبها علشان يعني ايه انجازا للوقت. فعلى بال ما عملت الطحينه كده كنت لسه يعني مكملتش الطحينه، وكانت البصلايه وصلت للون اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بحط لها ميه، باسيبها كده تغلي مع بعض كده دقيقتين علشان بس الميه تاخد من لون البصلايه ولون الرز بتاعي يطلع حلو. هبهرها بقى ملح كمون، وممكن تحطوا شعرة صغيرة من الكزبرة، وانا بحب كمان احط شعرة شطة. واوقات كتير قوي 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 بستغنى عن الكزبرة مش بحطها، يعني بكتفي بالملح والكمون والشطة. وكنت هنا بقى غاسلة الرز كده ونقعاه ونزلت بيه معاكم. هاضبّط بقى كده معيار الرز، وهاسيب بقى الرز يتشرّب كده ويستوي على مهله، على بال ما أنا أكمّل الطحينة، وكمان أعمل طبق سلطة علشان نبقى كمّلنا أكلة السمك. أنا اليوم ده كنت بصراحة يعني مكسّلة أوي إن أنا أعمل أكل وكده، فجِبنا سمك جاهز. ومع ذلك يعني حتى لو أنتِ مكسّلة وحتى لو أنتِ مش قادرة، أنتِ برضه هتقومي وهتقفي في المطبخ وهتعملي. فالحمد لله، ربنا يا رب يديم علينا نعمته ويحفظها يا رب من الزوال. هنا بقى كالعادة بتاعة الطحينة بالمّها الأول بخل، وبعد كده بمَيّة بابتدي إن أنا أشوف يعني أحط مَيّة لحد ما أوصل للقوام اللي أنا عايزاه، وباحط عليها ليمون، ملح، كمون، ممكن شعرة من الشطة، وفصين توم وهريسة شطة. بس كده بتبقى أحلى، أحلى، أحلى سلطة طحينة ممكن تاكلوها. رُحت بقى كمان أعمل معاكم كده طبق سلطة، علشان سمك يعني سلطة بالنسبة لي أنا طبق السلطة ده جنب أي نوع سمك هو لازم يكون موجود ولازم أكون عاملاه. فقطّعت بقى كده حزمة جرجير ومعايا بقى طماطم ليمون وفلفل. وعلى فكرة أنا من الناس اللي مش بتحب تحط أبدًا على السلطة خيار، ما أعرفش ليه باحس إن هي مع الأسماك بالذات بتزفّر وكده، فمش باحب إن أنا أحط خيار على السلطة. مش عارفة مين زيي كده والّا أنا لوحدي اللي باحس كده، بس أنا باحب كده. وكمان نسيت خالص، خالص إني أحط بصلاية صغننة، لإن أنا باحب جدًا على السلطة بصلاية كده صغيرة. فللأسف أنا نسيت خالص، خالص إني أحطها. بس ولا يهمنا، كانت برضه سلطة وكان طعمها حلو وزي الفل. قطعت معاكم بقى الخضرة، وهاقطّع كمان الطماطم مكعبات، وهيبقى أحلى طبق سلطة. بس طبعًا لمّا باحط له البصلاية بقى زي ما باقول لكم كده بيدّي له طعم تاني، وبيبقى تحسّوه كده طعمه لذيذ كده. ده للناس يعني اللي بتحب البصل عادي، وممكن تاكله زي في السلطة عادي يعني. قولوا لي بقى عاملين إيه وأخباركم إيه؟ مين بدأ تنضيفات العيد ومين لسه ما بدأهاش؟ أنا بصراحة لسه ما بدأتهاش، وشايفة إن أنا ممكن يعني كمان أسبوع كده أو يعني قبل العيد بحوالي أسبوع كده أو 5 أيام
لإن أنا مش من الناس أبدًا، أنا الحمد لله، الحمد لله دايمًا إيدي في بيتي ودايمًا منضّفاه، فمش من الناس اللي بتشيل وتهِد الحاجة. غير كده أنا الحمد لله ما باحبش الكركبة، فمش باخلّي عندي كركبة، يعني ما عنديش بقى حاجات إن أنا لازم أقلب تحت السراير وأعملها وكده. لأ، حتى لو قلبت تحت السراير بيكون بمنتهى السهولة، باكنس وامسح كده بالموب وبتبقى حاجات بسيطة أوي هي اللي محطوطة تحت السراير. ف مش باحس إن أنا محتاجة أبتدي من بدري يعني ولا أعمل من بدري. فإن شاء الله كده هابقى أروّق معاكم البيت ترويقة حلوة كده للعيد، قبل العيد بكام يوم كده. ف قولوا لي أنتم بقى مين بدأ ومين لسه ما بدأش كده زيي. بصراحة أنا مكسلة جدًا، أصلًا الجو اللي فات ده في إسكندرية حاجة غريبة جدًا، الجو شوية حَر وشوية تلج، الجو حرفيًا بقى الصبح حَر جدًا، 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 وبالليل أنا بابقى سقعانة ومتلجة وفي شتا وجو قالب وحاجة كده غريبة. ومش عارفة بصراحة الأجواء دي جاية منين يعني. المفروض إن احنا خلاص بقى يعني داخلين على الصيف، بس هي دايما أجواء الربيع ما بتبقاش تمام يعني. بس كده حطيت بقى فلفل، بس ما حطيتهوش كله علشان كان حراق، وحطيت كمان عصارة ليمونة كاملة، وهحط الملح بتاعي وبس كده. ده بالنسبة لي أحلى طبق سلطة ممكن أعمله. وهقلبه كده في بعضه وهسيبه بقى، وهاروح بقى أغرف معاكم الأكل كله دلوقتي. قلبته بقى كده، هارجع تاني وأقول البصلاية بتدي طعم تاني خالص للسلطة، بس الحمد لله أنا وقتها نسيتها خالص. هنا بقى خلاص كده كنت غرفت بقى معاكم الرز والطحينة والسلطة موجودة. واليوم احنا بقالنا فترة كده بصراحة أكلنا ضعيف جدا. فأنا قلت لأحمد يعني هات لنا كل واحد سمكية كبيرة شوية وخلاص، ما تكترش عن كده، علشان حقيقي أنا بقيت بستحرم جدا جدا إن الأكل يترمى. دي حاجة بتخليني أحس بحرمانية جامدة قوي وكبيرة. فلو تلاحظوا كمان حتى الرز أنا مقننة الكميات اللي باكلها الفترة دي. جيت بقى النهارده كده اتشجعت معاكم وقمت حطيت دورة الغسيل الصغننة دي، كنت محتاجة حاجات فيها يعني، فما كانش هينفع ان انا استنى اكمل عليها، فقلت خلاص هحطها على نص ساعة، وهي مش مستاهلة يعني تتحط على اكتر من كده. حطيتها بقى في الغسالة. وبحط معاكم اوكسي جل اللي هو البلاك، وعملتها على دورة كده نص ساعة. دورة نص ساعة وكانت خلصت. على بال بقى ما النص ساعة دي عدت، قلت يلا يا إسراء الجدعاني كده وامسكي الحمام اعمليه هو كمان بالمرة. طبعا انا لما باجي اعمل معاكم الحمام انا بديكم مقتطفات من العمايل اللي انا بعملها، علشان يعني في حاجات ممكن تضايق مثلا اي حد بيتفرج، فانا بستكفى بالحوض بالبانيو بالارضية، بس مش بعمل اكتر من كده معاكم. جيت بقى بالفرشة بتاعت ايكيا دي، وبصراحة انا ما بحسش ان هي بصوا هي بتنضف وحلوة وكل حاجة، بس انا كإسراء لازم كده امسك سبونج كده في ايدي وادعك الحاجة كويس قوي. مش بحس ان انا اقدر بالفرشة، ومع ذلك طبعا انا بعمل في نفسي العملة دي، وبعد كده بعيط من ايدي بسبب الاكزيما. عافاكم الله يا رب بجد. يعني رجعت تاني في صوابعي، وبقت بتوجعني وبرضه بتحرقني كده واحس باكلان في صوابعي. فهي بتعمل كده طبيعي لما بحط ايدي في المية كتير. فادعوا لي كده بقى علشان بجد الموضوع ده بقى مضايقني قوي يعني. في صوبع كده من صوابعي بحس ان هو كأنه يا جماعة كده يعني متعور، بيفتح كده لوحده، وبعد كده بقى يعمل قشرة كده سميكة شوية، فطبعا كل ده مضايقني. بحط مرهم كويس قوي وبحط كمان مرطب. بارجع كويسة شوية، وبعد كده أول ما باحط إيدي في مَيّة تاني واستعمل منظفات، إيدي بترجع تاني زي ما كانت. فالحمد لله ما فيش مشكلة، المهم إن الحاجة تنضف وتبقى زي الفل. زي ما انتم شايفين بقى كده جبت الإسفنجة وغسلت بقى الحنفية والإكسسوارات اللي حواليها والحوض، وهابتدي بقى إن أنا أشطف الحوض كده معاكم. وما شاء الله خلّيته هو والحنفيات بيلمعوا.
طبعًا الحمام ده بيتعمل العملة دي يعني كل يومين 3 وأعزكم الله القعدة يعني بتاعة الحمام طبعًا كل يوم لازم بتتعمل يوم ويوم بالكتير. يعني دي مرّة من ضمن كام مرّة أنا باكون عملتها لوحدي. هادخل بقى كده معاكم على البانيو، أنا باحط اللي هو كلورايل، اسمه كلورايل، تمام، علشان بس إيه، لو في أي صفار، أي تكلُّسات، أي حاجة، أحس إن هي بتتشال معايا والحاجة كده بترجع بتلمع، لإن أنا عندي طقم الحمام بتاعي لونه أبيض، فدايمًا بيبان فيه أقل حاجة. للأسف أطقم الحمامات البيضا دي أقل حاجة بتبان فيها، علشان كده يعني باحط الكلور. هابتدي بقى كده بالفرشة البلاط دي وهادعك كده الأرضية بتاعة البانيو، وبعد كده هاجيب بقى الإسفنجة كده هادعك برضه البانيو حلو أوي لحد ما هاخلّيه بيلمع، هتشوفوه دلوقتي عامل إزاي. هنا بقى رُحت أجيب كده الإسفنج بتاعتي وجاية بقى علشان أمسك البانيو كده أدعكه دعكة حلوة وأخلّيه كده بيلمع وزي الفل. لو في بقى حد كده عايز يعمل الحمام بتاعه يقوم كده ويتشجع، انا شجعتكم اهو، وريتكم ان انا النهارده عملته برضو. غسلت الخلاط بتاع البانيو والدش كله، كل حاجه غسلتها، يعني كل حاجه بغسلها في الحمام. لما باجي اعمل الحركه دي انا مش بسيب حاجه في الحمام غير لما بغسلها. شطفته بقى كده كويس، وطبعا انا بدعك البانيو من بره ومن جوه وكل حاجه، فشطفته بقى وزي ما انتم شايفين كده اللهم بارك بقى بيلمع. بس مش عارفه ليه الاضاءه هنا غريبه كده، يعني لما باجي من ناحيه الكادر ده بتبقى الاضاءه مخضره شويه. هنا بقى اعزكم الله رحت كده على قاعده الحمام، هغسلها معاكم من بره وهغسلها من جوه مع نفسي كده علشان مفيش اي حد يتضايق يعني. زي ما انتم شايفين كده بقى هغسلها من كل الاتجاهات، وبرضو هشطفها شطفة كويسة. وكمان هغسل الخلاط الجانبي ده بتاع الدش الصغنون ده، هغسله وبغسل كل حاجة، كل اكسسوارات الحمام انا بغسلها. وهرجع بقى كده اشطف معاكم. انا الحمد لله طلعت من الحمام وهو زي الفل، ريحته ريحة نظافة. وبحط كمان معطر لما باجي اغسل الارضية وكده، وبحط معطر في القعدة. وبكده خلاص هيكون الفيديو بتاعي بيخلص. عملت الحمد لله معاكم الحمام، كان يعني انا كان بصراحة بقالي يوم او 2 متأخرة عنه، كنت عايزة اقوم اعمله مش قادرة خالص وتعبانة شوية، فالحمد لله قمت كده وخلصته. وهعمل بقى الأرضية معاكم وبكده اكون خلصت الحمام. هتشوفوا في الاخر الحمام بقى نضيف وزي الفل. اشوفكم في فيديو جديد على خير، مستنية تشجيعكم، مستنية اللايك بتاعكم والكومنت بتاعكم. مع ألف مليون سلامة، باي باي.